اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كده الجمبري. طبعا كنتوا فاكرين ان انا عملت معاكم، رحت السوق، جبنا ملوخيه وجبت جمبري وجبت سمك. عملنا السمك في وقتها، وطبعا جهزت الجمبري، قشرته وعملت معاكم الشوربه عشان هنشوفها احنا هنحطها مع بعض دلوقتي، اللي هي عملناها من قشر الجمبري. وجهزتها في الفريزر بحيث ان انا يوم اللي هعمل فيه الجمبري هطلع على طول بكل سهوله. فعملت النهارده كده اهوت الجمبري بتاعنا، عملت ملوخيه بالجمبري. هنبدا بس في المقادير والطريقه الاول، بعد كده هقول لكم الشوربه اللي احنا عملناها، برغم اني كنت مصوراها في فيديو ونزلتها معاكم، يعني في فيديو السمك، اليوم اللي هو كان كله على بعضه اللي عملنا فيه السمك. تمام. معايا هنا هو بصلايه مفرومه بفرمها في الخلاط جامد عشان ما تبانش في الملوخيه ولا تبان في اي حاجه، يعني انا بخليها ببشرها، يعني معناها ان انت تبشريها حتى ممكن على مبشره. فانا ببشرها جامد ان انا انعمها، او بعد كده بقى انزلها كده اهوت مع معلقه زيت، مع شويه زيت، واقليهم شويه، وانزل عليهم توم بالكزبره. وبعد كده بنزل عليهم بالجمبري وامشيها كده شويه، واحط عليها البهارات بتاعتها، واحط لها طماطميتين مبشورين برضو. مش عايزه كل حاجه تبقى ناعمه، مفيش حاجه تبقى كتله غير الجمبري بس. فانا عشان انا مش بحب الملوخيه يبقى فيها حاجات كتل، يعني ما يبقاش البصلايه باينه، ما يبقاش الطماطميه باينه كده اهو. تمام كده، حطيناهم، حطينا البهارات بتاعتنا. ادي الشوربه هي اللي احنا عملناها مع بعض من قشر الجمبري. حطيت البهارات بتاعتي، حطيت نص معلقه من الفلفل الاسمر، حطيت بهارات سمك بتجيبيها من عند العطار، بتبقى ريحتها جميله جدا وبتدي طعم حلو للاسماك كلها. وحطيت عليها شويه من الكمون، وطبعا الملح بتاعها، والكزبره حطيناها على التومه وهي بتتقلى. اول ما ريحه التومه بتطلع بنزل عليها بالجمبري واشوحها شويه، وانزل بالبهارات، وبعد كده انزل عليها بالطماطم. بتخلص كل ده كده بقليهم شويه كده اهوت، يعني احس ان الطماطم استوت شويه، ما تبقاش طماطم لسه بيضه، لسه حمراء او كده، هو تبقى اتغلت في تسويه. وبعد كده بنزل عليهم بميه مغليه او ميه عاديه، وبسيبها ان هي تغلي. ده اللي هي الحله اللي احنا عملناها في الاول بتاعت الجمبري، هي اللي هنعمل بيها المكرونه وهنعمل بيها الرز. يعني انا بقلي المكرونه كده اهوت، بحطها في زيت كده اهوت واحمرها شويه تحميره كده اهوت، تحطي عليها بصل، حطي عليها جزر، حطي الحاجه اللي انت حابه تحطيها على المكرونه. هي هنا انا عماله اقلب فيها، لان هي الاستانلس بيبقى درجه حرارته عاليه، فبيفضل حتى لو انا طافيه عليه النار هو بيفضل يسوي. فهنا على بال ما حطيت عليه، بس بقعد اقلب فيه كده اهوت، على بال ما بنتي نولتني كوبايه ميه، رحت حطاها عليها كوبايه ميه بارده عشان توقف التسويه شويه. وهنا بقى طبعا الرز بتاعنا بقليه برده كده اهوت، بشوحه شويه في الزيت بتاعه، يعني اقلب فيه شويه بحيث ان انا اخلي اللون بتاعها يخش في اللون مش البني ولا الاحمر، يعني لونها يتغير كده شويه الرزايه عشان تطلع معاكي مفلفله وحلوه. بس بنزل بقى كده، خلاص خلصت الشوربه بتاعت الجمبري اللي احنا عملناها في الوقت الحالي، واللي احنا كنا عاملينها بندعم الطعم بالقشر. يعني انا القشر مش برميه كده وخلاص، لا، بعمل منه الشوربه اللي زي ما احنا شفناها. بحط توم في الحله مع معلقه زيت، واقليها وهنزل عليها القشر، واقعد اقلبها شويه، ممكن طماطميه مبشوره عليها وشويه البهارات، بهارات سمك وملح وفلفل اسمر، معلقه فلفل اسمر صغيره، معلقه كمون، كزبره، وبنقليهم شويه، وبنروح حاطين عليها الميه، وبعد كده بصفي القشر وباخد الشوربه بتاعتي. دي بحطها في التلاجة وقت ما بقى حابة ان انا اعمل شوربة سي فود، عايزة اعمل شرب ملوخية بالجمبري، فبتزود لي الطعم اكتر. يعني انا ببقى عاملة من القشر الشوربة دي بتبقى حلوة جدا، وبتبقى بتديكي طعم زيادة. خلاص كده احنا عملنا الرز، اديته الشوربة بتاعته، المرقة بتاعته اللي هي بتاعت الجمبري، وعملنا المكرونة كمان، ودي الملوخية كمان بنعملها. بناخد بقى كده كمية الشوربة اللي باقية، وبحط عليها الملوخية وبقلبها كده. الوجبة بتاعتنا خلصت، ما عادش، ما بتاخدش معانا حاجة، يعني هي يا دوبك بتعملي الشوربة بتاعت الجمبري، او ان انت بتعملي الخلطة اللي هي بتاعت الملوخية اللي هنعمل منها الملوخية اصلا، وبنقليها كلها كده، وبناخد منها لكل الحاجات دي. فطبعا انا عندي الكمية اللي انا كنا عندي جايبة كيلو جمبري، كنت جايبة كيلو ونص تقريبا، كيلو ونص جمبري. طبعا قليت يوميها الفيديو بتاع السمك، قليت منه شوية مع السمك، والباقي رحت عاملاه بالشكل ده للملوخية، شيلته للملوخية. هنا عملنا بقى الملوخية، هنعمل لها الطشة بتاعتها والشوربة. بس متنسوش قشر الجمبري ما يترميش، يتعمل منه شوربة بيدي معاكي طعم، عشان في ناس كتير قوي بتحب تزود للملوخية جمبري مرقة، مرق الدجاج يعني.
فانت لو انت عملتي من القشر الشوربه بتاعته دي وطلعتي منه مرقه، انت مش هتحتاجي تحطي مرقه دجاج، لان انت خدتي العصاره بتاعت الملوخيه الجمبري كلها. تمام. دي الطشه بقى طبعا بتاعت الملوخيه. بحط معلقه كده واسيبها مواربه عشان ما تسقطش ولا يحصل لها حاجه. كده خلاص الاكل كله خلص معايا في وقت واحد. يعني معايا الرز خلص، معايا الملوخيه، المكرونه. انا بعمل دايما مكرونه جنبها عشان عيل بيحب شوربه المكرونه جنب الملوخيه، متعودين عليها دايما بالشكل ده. وبحب ازود البصل لان جوزي بيحب البصل، بيحب البصل مسلوق مقلي كل انواع البصل، فهو بيحبه. فانا بحط له بصلتين كده هو 3 على الشوربه على اي حاجه بيحبها. وساعات بحطها له على الرز الرز بالسمك كده بحطها في قلب الرز عشان انا عارفه ان هو بيحب البصل، فبحطه له دايما. وادي بقى الطبق بتاعنا، دي الرز بتاعنا، وادي الملوخيه، وادي المكرونه بتاعتنا لحد كده ما تنسينيش بقى باللايك للفيديو. وادي هنا انا بنتي هي اللي بتغرف وانا اللي بصورها، فحبيت اصور حته الزاويه دي كانت عجبتني قوي بالشكل كده. ووقفت هي تغرف وانا صورتها. وادي الوجبه بتاعتنا، عملنا طبق سلطه جنبها وبتنجان برضو بالدقه. ما اي حاجه فيها سمك ما ينفعش ان انا امشيها من غير بتنجان بالدقه، لازم بتنجان مخلل، بتنجان بالدقه، اي حاجه. يا رب بقى الفيديو بتاعي يعجبكم. ما تنسونيش بقى بلايك، ولو مش مشتركين في القناه تشرفوني بالاشتراك، واشوفكم على خير. سلام عليكم.